اهلا بيكم. النهارده هنعمل حاجه حلوه. الكل بيحبها وغاليه جدا بره. هي ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا جدا ومقاديرها موجوده في كل بيت، ما فيهاش اي مشكله، بس محتاجه تركيز شويه وهتشوفوا قد ايه هي سهله. الاول هنشوف مقاديرنا. النهارده هنعمل مولتن كيك. هنشوف المقادير الاول. عندنا 160 جرام شوكولاته، اي نوع شوكولاته، يعني ممكن نستخدمها بشوكولاته خام او ممكن اي نوع شوكولاته جاهزه، مفيش اي مشكله. 160 شوكولاته، 160 جرام. هنحتاج 3 حبه بيض، معاهم كيس فانيليا، ده سكر بودر. هنحتاج 3 معالق كبار، نص كوبايه زبده، هنحتاج معلقتين كبار دقيق. يلا نبدا مع بعض. الاول الشوكولاته لازم تتقطع حتت صغيرة عشان اعرف اسيحها كويس. بعد ما قطعنا الشوكولاتة بالمنظر ده هنحط عليها الزبدة. نحط عليها الزبدة كده وهنحطها في الميكروويف 30 ثانية او على حمام مية. نجيب حلة نحط في ربعها ميه ونجيب بوله تانية فوق الحله ونحط فيهم الشوكولاته بالزبده، هتسيح معانا. اهم حاجه الميه ما تلمس الشوكولاته من تحت، يكون في مسافه بين البوله اللي من فوق وبين الميه، عشان لو الشوكولاته جت عليها ميه تبقى مشكله. او نسيحها في الميكروويف لمده 30 ثانيه. هنا خلاص سيحنا الشوكولاته في الميكروويف وبقت بالمنظر ده. هنبدأ بقى نكسر ال3 بيضات ونحطها عليهم كيس الفانيليا او فانيليا سايله، مفيش اي مشكله. نضرب كويس قوي بالمضرب اليدوي. بعد ما ضربنا كويس قوي هننزل ب3 معالق سكر بودر، نضرب برضو كويس قوي مع بعض عشان نفك اي حاجة من السكر البودر. يلا هنبدأ ننزل خليط الشوكولاتة بالزبدة على خليط البيض كده مع بعض. بالمنظر ده. سهلة جدا مفيهاش اي حاجة، بس نركز حلو قوي في الخطوات. بقت كده. هنبدأ ننزل اخر حاجة الدقيق، معلقتين دقيق كبار، نقلب عشان كله يندمج مع بعضه. طبعا نكون مجهزين القوالب بتاعتنا، قوالب سيليكون او تيفال، تكون مدهونة بالزبدة وعليها رشة كاكاو. القوالب دي دهنتها زبدة وبعد كده رشيت عليها كاكاو، بقت بالمنظر ده عشان اضمن ان مش هيلزق معايا وانا بنزله، اهم حاجة عشان ما يفكش مني. وادي قوام الكيك بتاعي. بعد ما عملناهم في القوالب بالمنظر ده هيدخلوا الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة. اعرف ازاي ان المولتن كيك بتاعي بقى جاهز للاكل او خلاص استوى؟ هلاقي الحواف من هنا مسكت نفسها
الحواف من الطرف كده جامده، احط ايدي هلاقيها يعني مسكت نفسها خلاص، ما بقتش كيك كده. وفي النص ممكن تروح وتيجي معايا هو المولتن كيك كده، لان هو انا عايزاه شوكولاته من جوه، فهلاقي الجوانب بتاعه الاطراف خلاص بقت مستويه، والطرف بيروح وبيجي معايا كانه لسه ما استواش، بس هو كده يبقى خلاص السوا مظبوط بتاعه. وكمان يكون عمل قشره خفيفه من فوق، قشره خفيفه مستويه من فوق، وبرده بيروح وبيجي معايا كانه لسه ما استواش، بس هو كده بيبقى خلاص وصل للسوا المظبوط بتاعه. بيخش الفرن على درجه حراره 180 من 10 دقايق لربع ساعه. ده شكل المولتن كيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. بصوا بيلو من في النص، لكن الجوانب خلاص استوت وعمل قشرة خفيفة من فوق. هو كده وصل للسوا الكامل. انا اخد مني بالظبط في الفرن 12 دقيقة، ولما لقيته وصل للمرحلة دي وكده شايفين خلاص كده وصل للسوا. وده شكل المولتن كيك بعد ما قلبته في الطبق، طبق التقديم، وفتحته. ده شكل المولتن كيك بعد ما قلبناه في الطبق التقديم. انا فتحت كده وكان نازل، اول ما انا فتحته بالمعلقه بدات الشوكولاته تنزل زي ما انتم شايفين كده.